بيقولوا إن القلقاس فيه مادة سامة، أنا بقى باقول لهم اللي ما ياكلش قلقاس يصبح من غير راس. معاكم أبانوب ويالّا بقى أحكي لكم قصة القلقاس. أول حاجة كده لازم وأنا باشتري القلقاس يكون فيه اللون البينك ده، وأفضل أقلِّب فيه ألاقي فيه البروز دي. ما اشتريش قلقاسة فيها أي أخرام، لازم البروز اللي طالعة، وتكون القلقاسة قد كده إيه الإيدين. بعد كده البلانشة عندي تكون ناشفة ونضيفة، وكمان السكينة والفوطة. أبدأ كده أقشّر الحتة اللي فوق من القلقاسة وأنضّف بالفوطة وأنضّف السكينة. أبدأ كده وهو بالقشر بتاعه، أبدأ كده إيه أقطّعه شرايح زي ما أنتم شايفين ودواير، وأبدأ كده أنضّف بين كل خطوة وخطوة. طيب القلقاس بيتغسل والّا لأ؟ لو بيتغسل اكتبوا لي في الكومنتات. أبدأ بقى آخد كده الشرايح بتاعتي وأقشّر القشر بتاعتنا. طب لو غسلت القلقاس أغسله إزاي؟ باحطه في مَيّة سخنة لمدة من 3 ساعات ل4 ساعات، أو ممكن أبيته ليلة كاملة في المَيّة علشان إيه ينزّل كل المادة بتاعته. طب لو ما غسلتوش أبدأ كده أسويه على طول بعصرة ليمونة. شايفين يا جماعة قطّعت كده القلقاسة، دي أول طريقة لتقطيع القلقاسة. تعالوا بقى أقول لكم الطريقة التانية. هاعملها كده زي البطيخة وأبدأ كده أشيل القشر، يعني أسند القلقاسة وأشيل القشر زي ما أنتم شايفين، وأبدأ كده إيه أقطّع القلقاسة زي ما أنتم شايفين. بصوا يا جماعة بتتقطّع بسهولة جدًا وحاجة سهلة أوي. وأبدأ بقى أقطّع القلقاساية الجميلة بتاعتنا دواير كده، وأبدأ كده إيه الدواير دي أقطّع صوابع ومكعبات. آخد بقى المكعبات الحلوة بتاعتي دي وفي كيس تلاجة جميل أبدأ كده إيه أخزّنها. كده قطّعت وخزّنت القلقاس.